قرية كسار الكردية، عدد سكانها حوالي 700 نسمة. مساحة القرية 1100 هكتار. من عشيرة الديدان، تتبع لمحافظة حلب منطقة عزاز ناحية أخترين، تبعد عن حلب شمالا 24 كيلومتر، وعن منطقة عزاز شرقا 28 كيلومتر، وعن ناحية أخترين جنوبا 8 كيلومتر. يحدها من الغرب قرية البير، ومن الشرق قرية عبلة، ومن الشمال قرية جب العاصي، ومن الجنوب قرية مشرفة. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والعدس وشجر الزيتون والتين والعنب، وتربية الأغنام والبقر والماعز ودجاج البلدي. أغلب سكان القرية يعملون في مقالع الحجر ومناشر الحجر النحيت. في أطراف القرية وفي حلب منطقة صناعية. تعرض القرية إلى تخريب ودمار أثناء مراحل تغيرات في المنطقة، اشتباكات بين النظام والفصائل، وبعدها بين داعش والمعارضة. وفي عام 2014 بعد سيطرة داعش وهروب فصائل إلى تركيا، وقسم منهم غير ملابسه وانضم لداعش، بدأ الويلات على الأهالي من خطف واعتقالات تعسفية في الليل على شكل تطويق القرية ومداهمة البيوت واعتقال كل شخص يرونه أمامهم، وجرهم إلى سجون الباب، ودورات شرعية بحجة أكراد كفر لا يعرفون دينهم أو مرتدين عن الدين. وما زال مصير أكثر من شخص مجهولا حتى الآن. وفي عام 2017 داهم فصائل المدعومة من جيش التركي المحتل المنطقة، وهروب قسم من داعش إلى مناطق الشرقية لحلب، وقسم انضم لجيش الوطني كانوا أمراء مع داعش، وما زالوا موجودون في المنطقة. أغلب شباب القرية هاجروا من ضغط الفصائل عليهم بطلب انضمامهم إلى المرتزقة وإرسالهم إلى ليبيا. وقسم من شباب موجودين في الجزيرة ومنبج وحلب، وقسم موجود يشكل 60%، والباقي الموجودين من عوائل المرتزقة من حمص وغوطة ودير الزور. المعلومة من أحد سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوت محمد الأحمد، وجزيل الشكر للمحامي علي عبد الله كولو.